رميت التوت الماسخ في الحلة وما تخيلتش أبدا يطلع منه كل الحاجات الحلوة دي. أيوة، أنا اللي اشتريت التوت الأسود علشان بموت فيه والزمن غيره. والله يا جماعة الزمن غيره. التوت ده زمان كان عسل، كان شهد مكرر. فجأة كده تاكليه تحسي بمزازة مش طبيعية، وتحسي كده إن جسمك، بصوا لما أكلته عملت إزاي يا نهار أبيض. والله الإحساس ده كان حقيقي. مزز جدا، ماسخ جدا، ما فيهوش ريحة السكر. طب أنا جبته أعمل إيه بقى؟ أرميه؟ لا طبعا، لازم أستفاد بيه. قبل ما نقول الطريقة هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. جبت التوت غسلته كويس جدا وشلت العناقيد الخضراء بتاعته دي، شلتها بالمقص. وجبت بقى طاسه كبيره كده او حله، اي حاجه موجوده عندك، ونزلت بالتوت بعد ما غسلته كويس جدا جدا وصفيته. بصي بقى، الطريقه دي كلها تقدري تستخدمي التوت فقط، هيبقى حلو قوي. لكن لو عندك كوبايه ونص من الفراوله المتقطعه النتيجه هتبقى غير. انا استخدمت 3 كوبايات من التوت وكوبايه ونص من الفراوله المتقطعه. طبعا التوت مغسول كويس جدا والفراوله مغسوله كويسه جدا. بعدين هنضيف كوبايه ونص من السكر ومعلقتين كبار من عصير الليمون، تقريبا عصير ليمونتين كبار، ونص كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه. بصي بقى، تقدري بدل ما تستخدمي الفراوله تستخدمي 4 كوبايات ونص من التوت، تقريبا كيلو من التوت يعني. لكن انا كساره بقولك، لو طول عمرك بتعملي الفراوله لوحدها والتوت لوحده، الفراوله على التوت طعمهم حاجه تانية خالص، يجنن. هنقلب الكلام ده كله على بعضه وهنرفعهم على نار عاليه لمده 5 دقايق. 5 دقايق فقط على نار عاليه. بعدين هنهدي النار لحد ما تتسبك تماما، ويلا بينا على التشيز كيك علشان هنعمل احلى تشيز كيك توت. بصوا بقى، هنجيب صينيه تشيز كيك عاديه وهنغلفها كويس جدا بورق الزبده. انا بثبت ورق الزبده بتنتوفه بسيطه خالص من الزبده. هنحتاج 220 جرام من البسكويت، بسكوت ساده، بسكوت شاي، بسكوت جوز هند، اي بسكوت متاح عندك. هنفرمه كويس جدا في الكبه لحد ما يبقى زي الرمل كده. بعدين هنضيف عليه نص كوبايه من الزبده المذابه. طبعا الزبده لازم تكون دايبه تماما. هنخلطهم مع بعض وهي دي هتكون النتيجه. هنفردها كويس كده في الصينيه ونحاول ما نخليش حته عاليه وحته واطيه، لا نخليهم كلهم في سوا واحد. هندخلها التلاجة او الفريزر اللي يعجبك. وبصي هنا معايا بقى صوص التوت او مربى التوت، حاجه مش طبيعيه تجنن معاكي في كل انواع الحلويات. هنفرم كويس جدا وبعدين هنضيف باكت من جيلي الفراوله. عايزه اقول لك بقى الميكس الخطير ده طعمه يجنن. جيلي الفراوله بيعمل حاجات حلوه قوي، بيقوي السمك بتاعها وبيديلها نكهه ملهاش حل. هنقلب كويس وهنرجعها على النار تاني 10 دقايق، 10 دقايق على نار متوسطه. في التوقيت ده اي ريم فوق لازم تستغني عنه وتشيليه. انا طلع معايا معلقتين 3 من الريم اللي هتلاقيه فوق ده، لازم تستغني عنه وتشيليه. بعدين هقفل النار عليها واسيبها على جنب تبرد تماما علشان ابدا استخدمها. ويلا بينا على الطبقه التانيه وهي طبقه التشيز. اول حاجه هنحتاج لكوبايتين من كريمه الخفق الساقعه جدا. لو مش موجوده عندك مفيش اي مشكله، هتستخدمي كوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام. بس بصراحه كريمه الخفق بتكون تحفه في التشيز كيك والتراميسو، لانها معموله لكده يا جماعه، بتبقى غنيه قوي. هنضربها كويس لحد ما السمك بتاعها يكون بالشكل ده. اوعي تضربيها زياده علشان ما تفصلش منك وتبوظ. هنركنها على جنب وهنحتاج لمعلقتين كبار من بودره الجيلاتين، وهنضيف عليهم نص كوبايه من الميه السخنه. هندوبهم مع بعض كويس جدا، ولازم ندوبهم لحد ما كل كريستالات الجيلاتين تدوب تماما. هنركن الجيلاتين على جنب وهنحتاج ل8 قطع من الجبنه المثلثات بس قليله الملح. هنضيف عليها نص كوبايه من اللبن المكثف المحلى. لو مش متوفر عندك هتجيبي بوله وتضيفي فيها 3 معالق كبار من اللبن البودره، ونص كوبايه من السكر البودره، واربع معالق من الزبده الدايبه، وتقلبيهم كلهم مع بعض مع الجبنه. واوعي تنسي معلقه صغيره من الفانيليا السايله. هنقلب كل ده مع بعض كويس جدا. انا عماله اقول لك كل البدائل عشان عايزاكي تقومي تعمليها. هننزل بالجيلاتين اللي دوبناه مع الخليط ده ونقلبه كويس قوي، وناخد الخليط ده كله على كريمه الخفق ونقلب كل ده مع بعض كويس جدا. وهنا بقى قلبي بسباتولا، بلاش مضرب كهربائي تاني. هنقلب كويس قوي كده وهناخد نص المقدار ده في صينيه التشيز بتاعتنا. ساوي السطح كويس جدا، افضل حاجه بصراحه عشان تساوي ظهر معلقه. وبعدين هندخله الفريزر او التلاجة. انا دخلت الفريزر عشان انا بحب اخلص بسرعه بسرعه. بصي معايا هنا بقى احلى صوص توت، احلى مربى توت، حاجه كده ملهاش حل. تحشي بيها السندوتشات، تعملي بيها حلويات فظيعه. اخدت معلقتين على بقيه كميه التشيز وقلبت كويس قوي، ونزلت بالطبقه دي كمان. يا جماعه تجنن. بصي يعني احنا بمعلقتين توت عملنا طبقه كمان مع نفس الكريمه. قلبي كويس ودخلي الفريزر يعني تقريبا ساعتين 3. انا عايزه اقول لكم انا بعد ساعه كانت بالشكل ده، والله ساعه يا دوبك اتغدينا. وطلعتها من الفريزر. وبصي الجمال بقى. وعايزه اقول لك برضو المربى ساعه واحده في التلاجة. بصي الجمال بقى. يعني انا بجد حرام اقول مربى، مفيش مربى بالجمال والطعامه دي يا جماعه، بجد تجنن. ساوي كده
وزينتها من النص كده بكريم شانتيه خفيف خالص، وكام قطعه كده من الفراوله، انصاف فراوله كده. يا نهار ابيض على الجمال. بصوا يا جماعه الصوص بجد حرام نقول مربى، فظيع خطير. بصي بقى، قطعي كده وامسحي السكينه وقطعي تاني عشان تحافظي على شكلها بس. بصي الجمال، سمي بالله بقى. وبصي الحلاوه، حلوه حلاوه مش طبيعيه. انتوا عارفين القطعه من دي بره بكام؟ والله يا جماعه اول مره اكلها اكلتها في تشيز فاكتوري في الكويت، مش قادره اوصف لكم القطعه بكام، وهنا في اي كافيه بكام. شوفي بقى الصينيه دي كلها، عايزه اقول لك انها بتمن قطعه او اتنين. الكويت يا بنتي. فين في الكويت؟ فين في الكويت؟ في تشيز كيك ايه؟ فاكتوري. فاكتوري، ايوه. الراجل عرف اهو، اكلناها في تشيز كيك فاكتوري. هتدوقني تاني يعني ولا ايه؟ عايز تدوق تاني؟ أكيد. تدفع كام؟ تدفع كام؟ 500 500 كل شويه. حته كمان. يس. انتوا عارفين القطعه لوحدها بكام؟ لا حول ولا قوه، انت بقى عاملاها عشان تزينينا؟ يعيشوا وياكلوا ويتهنوا وعيش واعمل لهم. بصي بقى، بصرف النظر عن التشيز كيك، لو انت مش عايزه تعملي تشيز كيك، مجرد انك تجيبي رغيف فينو كده وتفردي معلقه قشطه وتنزلي بمعلقه الصوص الفظيعه دي او المربى الفظيعه دي، حياه بقى، قصه تانية، عشق. انا بقول لك قومي اعمليها على ضمانتي، بجد هتعجبك قوي. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.